انا ماشي ورا عربيه بتاخد واخدين يوتيرن تحت نفق كده، والله انقلب عليا. والله الشغل كله فيه صعب، مش في حاجه سهله النهارده. وربنا ان الجانب من تحت منه اقسم بالله، لو سيبنا نقله هنقع. واهم حاجه في الدنيا الواحد اخر النهار يلاقي عرجه في جيبه. عادل عبد العزيز، المحافظه الشرقيه، مركز حسنيه. طبعا فتح النت في يوم كده فلقيت التطبيق ده عجبني والبرنامج عجبني، فتواصلت معهم بالتليفون وهم طبعا ايه اتكلمنا واتناقشنا والحوار بدأ من كده. واخد بالك انت، ولقيتهم ناس محترمين جدا والمعامله حلوه وناس يعني في الحج، يعني الناس ما تعملش بالحج. بختار يعني النقله اللي انا هوديها اللي هي اسهل نقله ليا، واجي احملها من هنا من المخزن الرئيسي، واجي طالع على فين حسب اتجاه النقله. بعدت النقله في المكان اللي أنا رايحه، واخد بالك انت. واخر النهار باجي ايه على التطبيق بتاع الابلكيشن، باجي ايه هنا النقله. هروح عند واحد مثلا اشتغل معاه شهر يقول لي بعد 10 ايام لا بقبضهم 15 لا يوم 12. انا عايز اسجل عربيه، عليا ملتزمات بيت، عليا كل حاجه، جاز، زيت، كل حاجه عايز متوفره عربيتي. انطلع اشتغل عشان اخر النهار الاقي ايه حاجه للعربيه ان انا امشي عليها والمعاش عايزه كده. بقالي فتره جامده 4 سنين مع نقله والصلاه على النبي. كل اللي احنا عايزينه في التليفون بنقضي من بعون الله. واهم حاجه في الدنيا الامانه. بعدين راجل امين وهتقدر تشيل بضاعه من عند الاستاذ محمد ناس توصلها في اخر الدنيا وتحافظ على البضاعه اللي معاك، واخد بالك انت. فانت بدك راجل امين وراجل 10 على 10 هتشيل يا باشا الحاجه دي وتنقلها من مكان لمكان. واهم حاجه شيل حاجه حافظ عليها في امانه عربيه الراجل اللي راكبها. اهم حاجه البضاعه اللي معاه. اهم حاجه البضاعه توصل، مثلا لو محمل مثلا الساعه 4 ميعادها توصل الساعه 6 الساعه 10 توصل في ميعادها ماشي، وهو الستار موجود ورابنا فوق الكل. والله انا انصح الناس كلها اللي مش لاقي النهارده اكل عيش النهارده عشان ده البلد واجعه، لو هي مثلا التطبيق ده قدام منه على النت وكده يحاول يتواصل مع شركه نقله، وهي ان شاء الله توفر له عمل وتوفر له شغل يعني جاد جدا. ولما ياخد مرتبه لما يخلص بالنقله، لو بالنقله هياخد مرتبه اخر النهار، لو بالشهري برضه هياخد مرتبه يوم 30 في الشهر، هيكون مقابضه في جيبه والدنيا بخير ان شاء الله. والله نجلة بالله عليك يعني بالصلاة على النبي نمرة واحد نمرة واحد نمرة واحد.